الصراعات والخناقات كتبت كلمة النهاية، وإسماعيل ياسين استغل الموقف وأنهى عليهم، وفريد شوقي حاول ينقذ الفرقة لكنه معرفش. الخناقة بينهم وصلت للمحاضر والأقسام. فرقة الريحاني كانت أحسن فرقة ممكن تشوفها. تعالوا نحكي حكاية انهيار الفرقة بعد ما الريحاني مات. بعد رحيل نجيب الريحاني في 1949 توقع الكل ان فرقته اللي بتعتبر واحدة من اكبر الفرق المسرحية في مصر والوطن العربي واللي خرجت نجوم كبار انها تتحل، لكن اللي حصل العكس تماما. اعضاء الفرقة اجتمعوا مع بديع خيري رفيق الدرب وشريك النجاح وقرروا انهم يكملوا. وقتها قدمت الفرقة طلب لوزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة ترقية التمثيل العربي عشان تقف جنبهم وتدعمهم، فاللجنة رحبت واجتمعت مع بديع خيري وطلبت منه انه يكمل المسيرة لتخليد اسم الريحاني. وبعد موافقة اللجنة اجتمعت الفرقة كلها عشان يشوفوا ازاي هيتجاوزوا اكبر عقبة بتقابلهم وهي التمويل. وقتها بديع قال انه موفر 700 جنيه واقترحت ماري منيب انها تقدم 400 جنيه كقرض، ده غير الدعم اللي قدمته اللجنة والوزارة. طبعا 700 جنيه و400 جنيه كانوا وقتها مبالغ كبيرة جدا. بدأ بديع خيري المدير الفني الجديد للفرقة المشوار، وكان بتقديم عدد من العروض الناجحة اللي كانت الجماهير بتجيلها من كل مكان. لكن فجأة وبدون مقدمات بدأت الفرقة تتحول لأحزاب، حزب بيقوده سراج منير والأختين ميمي وزوزو شكيب، وحزب تاني بتقوده ماري منيب، وحزب تالت بيقوده حسن فايق. في وسط ما الفرقة مشغولة بتصفية الخلافات وفض المعارك بين أحسابها، اتفاجئ الوسط الفني المصري في 1945 بأن إسماعيل ياسين بيعلن عن تشكيل فرقته الجديدة. وهنا قرر عدد من النجوم انهم يهربوا من خلافات فرقة الريحاني وراحوا فرقة إسماعيل ياسين الجديدة، وكان من أبرزهم عبد الفتاح الكسري واستيفان روستي وحسن فايق. مع خروج المجموعة دي كان من الطبيعي ان الفرقة تتهز، لكن بسرعة قدر بديع واللي معاه انهم يعدوا الازمة، معتمدين طبعا على اسم فرقة الريحاني، لحد ما جه يوم وحصلت فيه خناقة كبيرة جدا بين زينات صدقي والاختين زوزو وميمي، وده بعد ما عايروا زينات بانها كانت بتشتغل رقاصة في كازينو بديعة، رغم نفيها اكتر من مرة للموضوع ده وتأكيدها انها كانت مطربة في الكازينو. بعد ما الموضوع كبر وسخن ووصل لحد تحرير زوزو محضر ضد زينات بتتهمها فيه بانها السبب في اسقاط جنينها، قررت زينات انها تنسحب من فرقة الريحاني وتنضم لفرقة اسماعيل ياسين، وترنحت الفرقة تحت ضغط الضربات المتتالية. وهنا قرر بديع خيري انه يستعين بابنه عادل خيري لانقاذ الفرقة، او بمعنى اصح لانقاذ ما يمكن انقاذه. ووقتها وصفت الصحافة انضمام عادل خيري بأنه الدواء الذي يسكن ألم فرقة الريحاني. ورغم نجاح عادل إلا أن الخلافات حصلت بينه وبين سراج منير بدأت تعمل شرخ في جدران الفرقة، واستغل البعض الفرصة وبدأ يسخن الطرفين لحد ما وصل الموضوع لحد الاشتباك بالأيدي. وسط كل الدوامات دي مات سراج منير في مشهد سبب صدمة للكل. وقتها ناس كتير قالت ان الفرقة هترجع لسابق عهدها بما ان عادل خيري بقى هو المسؤول عن معظم شؤون الفرقة، لكن بدون مقدمات برضو دب الخلاف بين عادل وماري منيب، وبناء عليه قررت ماري الانسحاب من مسرح الريحاني. مع خروج ماري ما تبقاش في الفرقة الا الممثلين الصغيرين، ودول بدورهم اتقسموا فرق وبدأت كل فرقة تحاول تفرض سيطرتها على الباقيين. حاول بديع خيري اللي ما كانش عارف يلاقيها منين ولا منين انه يحل كل المشاكل دي ويتجاوز كل العقبات، فبقى يصالح في الفنانين اللي مشيوا وبقى يرجعوا الفرقة شوية وبعدها تحصل المشاكل فينسحبوا وهكذا. بينما عادل خيري بيراقب كل ده في ألم وصل بيه إلى حد المرض والموت، ومن بعدها زادت المشاكل وزادت الخسائر،
لأن ما عادش فيه عناصر تجذب الجمهور، مسرحيات قديمة وديكورات وملابس قديمة، مفيش أي تجديد. ولجأ بديع خيري كمسكن لفريد شوقي كنجم محبوب علشان يبقى بطل الفرقة، وفعلا فريد نجح في انه يرجع الفرقة لسابق مجدها، واشتغل فريد اول موسم وحقق ايرادات خيالية. لكن الحروب النفسية الصغيرة اللي بقت طبع الفرقة بدأت تشتعل ضد فريد، لحد ما أغمى عليه في يوم واتنقل للمستشفى واكتشف ان محدش من الفرقة زاره، فقرر الانسحاب. ومع انسحاب فريد شوقي بدأ بديع يدور على مسكن جديد، وكان الحل في حسن يوسف اللي حصل معاه نفس اللي حصل مع فريد، فانسحب هو كمان. وبدأت وقتها تظهر عادات جديدة وغريبة على الفرقة، زي ان الممثلين ما يحضروش البروفات او يطلعوا على مسرح وهم مش حافظين، ده غير حالة اللامبالاة اللي وصلت لعمال المسرح، وكمان وصلت لحد السماح للبياعين انهم يدخلوا المسرح وقت العرض كمان يبيعوا تسالي ومشروبات. وبقى المسرح الوحيد اللي بيسمح بحاجة زي دي، وفضل الموضوع يتدهور ويتدهور لحد ما مات بديع خيري، وده كان 1966. وحاولت الفرقة من بعدها انها تكمل، بس طبعا بما ان المركب ليها رئيسين بتغرق، كانت